الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولع عدوهم. بعدما فضحت هذا الهارب إخواني، يعني هو يظن يعني بعدما دلس على الأخ كربلائي ودلس على الأخ عباس فاضل هدير حب أن يدلس عليه بهذا الفيديو، ولكن لا يدري أنه أنا أيضا أسجل. المهم اخواني هذا يقول انظر اخواني هنا ماذا يقول كتب حذر منها العلماء. انظر هو يقول ابناء المتعة انا لست ابناء المتعة. هذا اولا. ثانيا انظر اخواني، سوف امشي لكم على كلامه المخزي. انظر اخواني حتى انظروا اخواني كتبنا وبين له ذلك من كتبنا. فهو الان حبيبي يا حبيبته اعطني السني من مراجع الحنابلة الاصيلين او مراجع السنة الاصيلين من امثال اتباع المالكية وانهم اعترفوا بمحمد بن عبد الوهاب. أخوه سليمان فسق ابن عبد الوهاب. أخوه فسق دعوة ابن عبد الوهاب. أخوه سليمان بن عبد الوهاب فسق ابن عبد الوهاب. مرجع الحنابلة محمد بن عبد الله الحنبلي والنجدي، هذا مرجع الحنابلة في مكة المكرمة، فضح ابن عبد الوهاب في سيرة حياة أبيه. انظر اخواني، فهو لا يعرف اي شيء عن المناظرات. من المعروف اذا اردت انظر اخواني، سوف اثبت لكم بالدليل. حذر منها العلماء. من هم؟ علماء النجدي، استغفر الله، علماء الوهابية الذين هم ليسوا حنابلة، والذي فسقهم إمام الحنابلة حسن الشطي الحنبلي. انظروا هذا كتاب النقول الشرعية في الرد على الوهابية للشيخ حسن الشطي الحنبلي. كما يقع دعوى ذلك من فرقة شاذة نسبت نفسها للحنابلة من جهة نجد التي يخرج بها قرن الشيطان. يا اخواني اولا انظروا اخواني النقول الشرعية في الرد على الوهابية. انظروا اخواني، رسالة كبيرة أرسلها للجد التقي العالم الورع مرجع الحنابلة في حال حياته المرحوم الشيخ حسن الشطي لينظر ويقرض عليها، وفي ذلك الوقت كان في مرض شديد فلم يتيسر له الرد على مقالاته بالتفصيل، فكتب آخرها بخطه المنور ملخص. وقد طلعت على هذه الرسالة مشتملة من مسائل شرعية متعلقة بأمور ارتكبها بعض الناس جهلا لا توجب الكفر أصلا، وبعضها ربما يكون حسنا عند التأمل، وقد أكفرهم بفعلها ابن عبد الوهاب محرر هذه الرسالة، وحكم بحل دمائهم وأموالهم بمفاهيم تخيلها من ظواهر النصوص الشرعية منه من جهله وتوغله وسوء ظنه بالمؤمنين، فلعنة الله على من اعتقد هذا الاعتقاد، فإن من كفر مؤمنا فقد كفر. هذا كلام إخواني، هذا كلامه. انظر اخواني، وفسق ايضا قاضي المالكية عمرو بن محجوب المالكي، وفسق الأشاعرة الذين هم أهل السنة،
انظر اخواني، يريد ان ينظر ذهب لمواقعهم الفاسدة اخواني. انظر اخواني، انظر، ذهبوا لمواقعهم. انظر اخواني، الله يسامحك على كل، الله لا يسامحك انت يا هارب يا مدلس، والله العظيم وراكم. انظروا اخواني، سوف اثبت لكم. فسق الأشاعرة اخواني. الأشعرية بالنسبة لأبي الحسن الأشعري مدرسة إسلامية سنية منهجها العقيدة فقهاء أهل السنة، قد واجه المعتزلة. انظر اخواني، يعتبر الأشاعرة بالإضافة الماتريدية أنهم المكونان الرئيسيان إلى فضلاء الحنابلة لأهل السنة والجماعة، جانب فضلاء الحنابلة اخواني. انظر اخواني، هاي كلام. انظر اخواني، هاي اخواني، فسق الحنابلة. انظر اخواني، انظروا اخواني، انظروا امامكم. انظروا. ومن هم علماء الحنابلة؟ انظروا أئمة الحنابلة، منهم البيهقي، النووي، الغزالي، والعز بن عبد السلام، والسيوطي، وابن عساكر، وابن حجر العسقلاني، والقرطبي، والسبكي، وهؤلاء أهل السنة والجماعة. أيوة. طبعا اخوان الحمد لله يعني ثبت بأن أهل السنة بريئين من الوهابية. وراكم يا وهابية، لن أترككم. وراك يا ملك الفارس المجوسي، وراك. فنقول لك ارقد بسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوكم عزام عمر نصار الكرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.